سلام سلام غالياتي، وش راكم؟ ان شاء الله كامل راكم لاباس وكامل على خير. على بالي هاد الايامات كامل رانا حايرين واش نطيبوا العشاء. جبت لك وصفه سهله مهله ديريها على وقفه، خاصه اللي ما يحبوش لوبيا ماشطو ولا لوبيا خضراء. راح تدعيوا لي لانه هذا جواز بدون ولا قطره ماء، جي بزاف بنين. تبعوا معايا الاخر وما تنساوش تخليوا لي لايك وكومنتار باهي وحلو كيما نتوما. نبداو ونقولوا بسم الله. نجيب لا كوكوط تاعي او طنجرة الضغط، نحط فيها كمية قليلة من الزيت ونضيف لها قطع من الدجاج. استعملوا اي جزء من الدجاجة، انا استعملت الجوانح اكيد بعد ما شوطتهم وغسلتهم جيدا. درت لهم ملح وفلفل اسود فقط ونستفهم في اسفل لا كوكوط بهذا الشكل. كل شي راهو بارد في بارد، مازال ما شعلتش النار. نجيب لاشواخ تاعي، نحط فيه حبة كبيرة من البصل نرحيها رقيق. تقدروا تستعملوا سكرفاج العادي، المهم تكون كبيره لخاطر هاد اللوبيا راح تطيب غير في الماء نتاع الخضره اللي حتطلقوا. نضيف عليها حبتين من الطماطم بعد ما نحيت لها القشره تاعها، نرحيها ماشي حتى تولي ماء، ضربتين ولا 3 تكفي. صدقوني هاد اللوبيا سريعه وبنينه بنينه بنينه، جربوها ماكمش رايحين تندموا. نزيد عليها 3 فصوص من الثوم بعد ما ربيتهم، والتوابل انا استعملت ملح، فلفل اسود، بابريكا حارة، شوية كركم وشوية من توابل الدجاج. لكم الاختيار، تقدروا ديروا غير ملح وفلفل اسود، شوية معدنوس مقطع، وربع حبة من الجامبو مرق الدجاج. على بالي ماشي صحي بصح انا نحب نضيفه يعطي بنا باهية للاكل. نضيف اللوبيا الخضراء تاعي بعد ما قطعتها وغسلتها جيدا. انا نغسلها نحطها في الماء، نزيد له خل، خليها مدة وبعدها نصفيها باه تحافظ لي على نفس اللون وتتعقم. نضيف عليها كمية من الزيت، نخلطوها جيدا ونضيفوها في الطنجرة تاعنا على الدجاج اللي حطيناه من قبل. نحاولوا نستفوها مليح ونسويو السطح تاعها. كإضافة اختيارية أنا نحب نزيد لها المعدنوس المجفف يعطيها بنة هايلة، استعملت ملعقة زدت ضفتها. بعدها نقفل لا كوكوط تاعي ونخليها على نار تكون يعني أقل من متوسطة مدة من 15 إلى 20 دقيقة على حسب إذا تحبوا الدجاج يجي محمر ولا لا. انا يعني هنا خذت لي غير 15 دقيقة ما بين ما غسلت ماني كانت حاضرة. وهذا هو شكلها النهائي، تجي بزاف بنينة. جربوها وردوا لي في التعليقات. ما تشوفوش الشكل تاعها، المهم العقلية قالشة هذاك. هذه وصفتي لنهار اليوم، طليت عليكم طلة خفيفة. ما بقى لي دوكا غير نقولكم ما تنساونيش من الدعم. تهلاو في رواحكم بزاف وسلام.